كابتن خالد الغندور مع سيف زاهر بيقول ان الشناوي الساعه 3 عرف ان هو مش هيلعب فهو من جواه تاثر، والكلام ده وقت المحاضره لما ريبيرو كان بيقول التشكيل. طب يا كابتن خالد، هي مش المحاضره دي المفروض تبقى مغلقه؟ يعني المفروض الحاجات اللي بتحصل جواها ما بيبقاش حد عارفها، وانت بتقول ان الشناوي من جواه كان زعلان. طب هو انت دخلت جواه وعرفت ان هو زعلان، ولا هو اي حاجه وخلاص؟ الحاجه الثانيه انه بيقول ان سكواد الزمالك والاهلي وبيراميدز وسيراميكا والبنك الاهلي كلهم شبه بعض. هل انت مقتنع باللي انت بتقوله ده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم بيبو، يلا بينا نبدا. واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس. في سؤال مهم عايز اساله، هل ال70 مليون اهلاوي ولا ال80 مليون اهلاوي مع المدربين مع الاعلاميين مع اي حد ما بيفهموش كوره وريبيرو بس هو اللي فاهم كوره؟ يعني ما فيش بني ادم على كوكب الارض سواء اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اي حاجه ان ديانج لازم يلعب، لازم تبني الخطه عليه. اصلا ريبيرو مشكلته ان هو عايز رقم 6 يكون لاعب كوره هو اللي يبني الهجمه. طب انت دلوقتي ما عندكش اللعيب ده، يعني انت دلوقتي ما عندكش اللعيب اللي يعمل كده، ومروان عطيه ما كانش بيعملها حلو، هو كان بيعملها بس ما كانش يعملها حلو. فانت ازاي تصمم على ده وانت ما عندكش اللي يعمل ده؟ هل في حد مختلف معايا ان ديانج ما ينفعش يقعد، ولا هو ولا بن شرقي؟ في حاجه غريبه جدا، يعني احنا دلوقتي الاهلي عايز يزود عدد الاجانب، والماتش اللي فات ما كانش فيه الا واحد اجنبي هو اللي بيلعب. طب ازاي؟ طب بالعقل ازاي؟ يعني دول مرتباتهم اعلى من اللعيبه اللي بتلعب. طب انت دلوقتي مش محتاجهم، مخليهم ليه معاك مع انهم كلهم نجوم؟ انا شايف ان فكر ريبيرو مشكلته انه مش متماشي مع الدوري المصري ولا مع لعيبه النادي الاهلي. على فكره عامه الفكره حلوه، بس الفكره دي بتتنفذ اكتر في الدوريات الاوروبيه، غير انها محتاجه لعيبه معينه، مش اي لعيب يعرف ينفذ الفكره دي. وفي حاجه تانية انا شايفها بتتكرر ايام كولر ما كانش مقتنع بديانج ولا بعبد قادر ولا برضا سليم ولا بالقندوسي، وخسرناهم مع انهم كانوا لعيبه جامده. ودلوقتي برضو لما ريبيرو جه في لعيبه مش مقتنع بيها، مش مقتنع برضو بديانج ولا بالشحات، وفي لعيبه تانية هو مقتنع بيها مع انهم ما ينفعوش يلعبوا بطريقه لعبه دي. انا النقطه اللي مزولاني جدا ان هو ليه مش عايز يغير، ليه مش عايز يغير طريقه فكره او يحاول يطورها شويه. انا شايف مع كل احترامي ان انا بحسه انه بيقول المحاضره وبعدين ينزل في الماتش يتفرج على الماتش زينا، اللي هو ما بيديش قرار وقت الماتش. هو انا خلاص قلت المحاضره قبل الماتش وقلت اللعيبه تعمل ايه، بس خلاص حتى لو الفرقه اللي قدامي كنت محللها غلط والطريقه اللي انا كنت بادئ بيها غلط مش مهم، خلاص هو كده يا باشا، انا يا باشا طول الماتش قاعد اعمل كده. يعني ايه مدرب طول الماتش ولا جمله ولا تغيير طريقه لعب متماشيه مع الماتش تحصل؟ في حاجه معصباني قوي. دلوقتي انت في ماتش مودر، التغييره بتاعت لما نزل كراديشار وطلع محمد شريف انا مستغربها قوي. مستغربها ليه؟ ان اصلا محمد شريف طول الماتش ما وصلوش حاجه وانت متعادل وعايز تكسب. فهل المشكله في محمد شريف ان هو مثلا بتوصل له الكوره وهو مش عارف يستغلها صح فانت طلعته ونزلت كراديشار عشان يستغلها؟ لا، التغييره دي انا بالنسبه لي ملهاش اي 30 لازمه. ما المهاجم اصلا ما توصلوش الكوره فانت غيرتها ليه؟ ده معناه ان انت مش قاري الماتش. ما هي دي مشكله. غير ان لما جراديشار نزل لعبت بنفس الطريقه، هل انت كده غيرت حاجه في الماتش؟ هل انت كده عايز تكسب؟ مثلا الطبيعي مثلا في الوقت ده تنزل جراديشار مع محمد شريف وتطلع حد مثلا من نص الملعب، تطلع حد من الباكات، انما انت ما عملتش كده، انت غيرت مركز بمركز ولا ليه اي 30 لازمه. فده اللي معصبنا ومضايقنا من المدرب. انا مش عايز نكرر مشكله كولر في الاخر. خسرنا دوري ابطال افريقيا واحنا عارفين ان احنا كنا هنخسره بسبب كولر مش بسبب حاجه تانية. ويا ريت اللعيبه كده يبقى عندها دم ويبقى عندها روح ويبقى عندها حميه زي امام عاشور لما كان بيلعب. في بقى حاجه تانية مهمه جدا، هل حد يختلف ان تريزيجيه من احسن اللعيبه اللي جم في مصر عامه؟ اكيد لا، اكيد ما حدش يختلف ان تريزيجيه من احسن اللعيبه اللي جم في مصر على مر التاريخ والعصور. طب ما سألتش نفسك ليه هو بيأدي وحش؟ بيأدي وحش علشان الطريقة مش متلائمة معاه. بمعنى ايه؟ بمعنى زي ما قلنا تريزيجيه بيحب المساحات، فبالتالي لما يلعب في مساحات ضيقة مش هيأدي، هيبقى شكله وحش. انت بقى لو قست ده ان تريزيجيه لعيب جامد مش عارف يلعب، يبقى المشكله فين؟ اكيد المشكله مش في تريزيجيه. زيزو لعيب جامد مش عارف يلعب، بن رمضان لعيب جامد مش عارف يلعب، يبقى المشكله فين؟ المشكله في طريقه اللعب مش في اللعيبه. ريبيرو انا هلعب في النص، مش هلعب غير في النص.
هتديها للطرف، الطرف هيضم، هتزنقوا بعضكم في النص، هتلعبوا. طيب يا باشا فين بقى التحركات والتحولات؟ مش موجود، مش مهم، بس انا هلعب كده. الواحد متضايق ان في ماتش مودر مفيش ولا هجمه اتعملت، مفيش ولا هجمه. الشوط الاول يا جدعان مفيش ولا هجمه اتعملت من مدرب، هي دي مشكله. وموضوع الاجانب ده على فكره مضايقني جدا. انت عندك اجانب جامده واجانب على مستوى عالي. بن شرقي ده يا جدعان ما يقعدش. تريزيجيه طب ما تنزله في النص وتلعب بن شرقي، وطريقتك دي ممكن تنفع ان تريزيجيه يلعب في النص ما يلعبش في الطرف، ممكن تنفع. مع ان انا شايف برضو ان هي طريقه مش متلائمه مع كواليتي لعيبه النادي الاهلي. انت لو استغليت لعيبتك صح اقسم بالله ده انت تبهدل الدوري وتبهدل افريقيا وتبهدل اي فرقه لعيبه. كلنا كنا نازلين متوقعين ان النادي الاهلي هيكسب بالاربعات وبالخمسات. وفي حاجه تانية، يعني هو ازاي شايف احمد رضا بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم اصلا؟ يعني انا مش عارف كان الماتش اللي فات الاحصائيات لعب 10 تمريرات 2 منهم صح، وانت اصلا منزله علشان دي. انا الصراحه مستني اشوفه الماتش اللي جاي، مستني اشوفه في الماتش اللي جاي، هل بقى هيلعب بنفس الطريقه دي برضه ونفس اللعيبه، ولا هيحاول يغير، هيحاول يطور نفسه؟ لو لعب برضه بنفس الطريقه دي فدي معناها ان هو خلاص مش هينفع معانا، فنلحق نفسنا بسرعه. انما لو تطور وحاول يغير، ولو لقى الفرقه اللي قدامنا برضه بيلعبوا 10 ورا الكوره، يحاول يعمل طريقه تانية ان هو يعرف يخترق، ساعتها يا باشا هنرفع له القبعه. انما يفضل على نفس الطريقه وما يحاولش يغير في الماتش، يا باشا كده يبقى خلاص بصم بالعشره ان هو ما ينفعش معانا. وفكره التحضير من ورا طول الماتش دي فكره برضه غلط. انت دلوقتي نزلت شوبير عشان بيعرف يبازي كويس، تمام. طب هل بقى انت عندك المدافعين بيعرفوا يبازوا كويس تحت ضغط؟ ما هو لا، ما عندكش، يبقى انت غلط برضه. فاحنا نشوف الحاجات دي وانت لا، اقنعني ازاي؟ يعني حاجات سطحيه قوي الجمهور كله شافها وانت ما شفتهاش. يا سبحان الله، احنا كجمهور اهلاوي زعلان من اللي احنا شايفينه. واحنا على فكره مش فارق معانا اللي يلعب مين، اللي فارق معانا الاداء في الملعب. فالماتش الجاي احنا مستنيين وهنشوف. بس كده يا صديقي، دي كانت النهايه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وتعمل لايك يا صديقي وتفعل الجرس. سلام.